بعد كده هنبدأ إن إحنا نخش في الGitHub وإيه الفرق بقى ما بين الGit والGitHub والusages بتاعتهم، وإزاي إن إحنا ممكن ندي أمثلة فعلية على استخداماتهم، وبيفرقوا معانا في إيه في الأمثلة دي، وليه بنختار حاجة زي الGit والGitHub تكون هي الأساس بتاعة الproject بتاعتنا. بعد كده هنبدأ بإذن الله إن إحنا نinstall الGit مع بعض. طبعًا حتّة الinstall دي بتفرق من شخص للتاني، وبتكون مُقلقة بالنسبة لناس منكم في فكرة إن أنا هاعمل install على Mac والّا هاعمل install على Windows والّا هاعمل install على Linux. فأنا بإذن الله هاكون جايب لك الطريقة اللي هتعمل بيها install للGit سواء على أي operating system أنت بتستخدمه، فالموضوع مش هيكون فيه أي قلق وهيكون بسيط بإذن الله. بعد كده هنبدأ بالinitial commands بتاعتنا، الcommands الأساسية اللي أنا لازم أكون عارفها عن الGit، اللي أنت هتلاقيها مشهورة جدًا، ويمكن أنت استخدمت بعض الcommands منها في يوم من الأيام وأنت مش عارف أصلًا إن دي تبع حاجة اسمها الGit. تمام؟ بعد كده هنبدأ نتكلم عن account الGitHub، إزاي إن أنا أقدر أعمل account وإزاي الaccount ده يكون professional، ولمّا حد يخش عليه يلاقي شكل الaccount بتاعي كويس. طيب، أول حاجة عايزين نبدأ إن إحنا نتكلم عنها بإذن الله زي ما اتفقنا، وهي إيه هو الGit وإيه هو الGitHub وإيه الimportance بتاعتهم في الشغل بتاعنا. طيب خلّيني أقول لك على حاجة عشان تكون متطمن وتكون فاهم قد إيه الGitHub ده هيكون فارق معاك أيًا كان إيه الcategories اللي أنت ماشي فيها. فخلّينا نقول إن سواء أنت developer أيًا كان بقى إيه التخصُّص بتاعك كdevelopment، سواء أنت web developer أو mobile app developer أو desktop developer أو أيًا كان whatever، في كل الحالات دي أنت هتحتك مع الGit والGitHub. طب لو أنت cyber security engineer، لو أنت network engineer، كل دول بيتعاملوا مع الGit والGitHub. يمكن بعض الناس بتتعامل معاهم بشكل indirect شوية أو حتى بشكل light جدًا، هو ما بيحتكش بيه بشكل advanced أوي، لكن في احتكاكات بسيطة على الأقل في الtools اللي إحنا بنستخدمها، في الtemplates لو الناس بتستخدم templates، هتلاقي إن أنت دايمًا بتحتك بالGit والGitHub في الpoints دي. تمام؟ يبقى أنا عندي الGit والGitHub مهمين جدًا، جدًا بالنسبة لنا، لإن الdeveloper بيرفع عليهم الprojects اللي بيعملها، الnetwork engineer بيرفع عليها الprojects اللي هو خلّصها وبيرفع عليها الconfigurations بتاعته، والcyber security بيستخدمه في إن هو يرفع عليه الtools اللي معلش بيستخدمها. يا باشمهندس، بس الصوت عمال يقطع. نعم؟ الصوت كان بيقطع. طيب هو الصوت بيقطّع عند الكل والّا بقية الناس لا الصوت هو واضح؟ الصوت واضح. اه الصوت تمام. الصوت تمام أوي. طيب ماشي، هو ممكن تكون بس المشكلة عندِك في الconnection، حاولي إن أنتِ تعملي مثلًا log out وتخشي تاني. طيب، دي كده فكرة إن هل فعلًا الGit والGitHub important والّا لأ. طيب، بما إننا وصلنا للpoint دي واتفقنا إن كل الناس دي بتحتك مع الGit والGitHub سواء بشكل أساسي أو بشكل light كده هو خفيف، هاستخدمه في حاجة معينة أو كذا. طيب، بما إن الskill بتاعته كبيرة أوي كده، ممكن ناس كتير ما كانتش مدركة إن الskill كبير للدرجة، لكن فكرة إن هو بقى من ضمن الحاجات الأساسية في شغلنا في كل الcategories دي، خلّى إن الموضوع بقى شيء أساسي بالنسبة لي وأنا نازل أي شركة. طيب أنا ممكن أكون حد technical شاطر جدًا وحد ذاكرت كويس وضغطت على نفسي في الcourses وكل حاجة، ودلوقتي أنا فعلًا باقدر إن أنا أطلّع application كويس، دلوقتي باقدر أطلّع website كويس، دلوقتي باقدر إن أنا أعمل report كويس جدًا كمثلًا penetration tester. جميل، أو باقدر إن أنا أنزّل الconfigurations بتاعتي الstructures بتاعتها بشكل professional جدًا، لكن أنا مش قادر أتعامل مع الGit والGitHub. طب حاجة زي كده هتبدأ تعمل لك مشاكل في مرحلة الinterview، وإحنا طبعًا كلنا في بداية حياتنا بعد أمّا بنخلّص أول technology اتعاملنا معاها، وبعد أمّا بنحس إن إحنا وصلنا لlevel يأهّلني إن أنا أبدأ على الأقل أنزل أشتغل عشان أكسب experience أعلى في المجال بتاعي، فهتلاقي إن مشكلة الGit والGitHub دي بتقابلك. يبقى أنا من البداية كده سواء أنا بدأت already عندي technology معيّنة شغّال بيها أو لسه هابدأ، لازم الskill بتاعة الGit والGitHub تكون عندك بشكل كبير جدًا.
يبقى من ضمن الحاجات اللي تخلّينا نحُط الGit والGitHub من ضمن الskills المهمة جدًا لأي software developer أو cyber security engineer أو حتى network engineer، هي إن هو عشان يبدأ يتخطى أول مرحلة من عقبات حياته وهي أول interview بيعمله، إن هو يكون عنده الskill دي ويكون فاهمها كويس جدًا، مش مجرد حد بيستخدم الcheat sheets بتاعتها، تمام؟ طيب إيه مصطلح الcheat sheets دي هنفهمها قدّام شوية، لإن برضه هي طلعت من الGitHub، يعني حتى مصطلح زي ده كانت بدايته أو بداية انتشاره والشهرة بتاعته كانت طالعة من الcommunity بتاعة الناس اللي بتستخدم الGitHub، تمام؟ طيب إحنا هنا اتكلمنا عن الimportance بتاعة الGit والGitHub، لكن أنا لحد الآن مش فاهم إيه الفرق ما بين الاتنين، يعني يمكن كل اللي قاعدين معانا دلوقتي يا إما عنده knowledge بالGitHub بس، يا إما عنده knowledge بالGit بس، يا إما سامع الاسم بتاع الاتنين مع بعض بشكل متكرر، لكن هو مش قادر يفهم هو ده إيه وده إيه. يمكن أكتر حاجة بتشد بس انتباهه في أول مرة بيسمع المصطلحين دول إن الاتنين بيبدأوا بGit، يعني ده اسمه Git وده اسمه GitHub. طيب خلّينا بقى نشرح الفرق الbasic اللي ما بين الاتنين، وبعد كده بإذن الله نبدأ نخش deep أكتر ونشرح ده بشكل أوسع ونشرح ده بشكل أوسع. لو جينا اتكلمنا عن الGit ده هو نظام بنستخدمه في الcontrol بتاع الprojects بتاعتنا. طب هنكنترول إيه بالضبط؟ هاقول لك عليها كمان 5 دقايق بالضبط، لكن خلّينا نقول في البداية كبداية إن الGit هو عبارة عن نظام، النظام ده شغال عندي بطريقة معيّنة وهنفهم الطريقة دي ماشية إزاي، لكن هو بيكون locally، يعني هو بيعمل لي local version control، بمعنى أنا دلوقتي عندي project شغّال عليه ومحتاج إن أنا أضيف له function جديدة، فأنا محتاج إن أنا أكون عامل للversion الجديد من الproject بتاعي ده control بشكل معيّن، بحيث إن أنا لو حصل معايا أي مشاكل ما ابقاش بقى مُعتمد على فكرة إن أنا هادوس control Z، ما ينفعش خالص إن إحنا نكون في الpoint دي، لإن الموضوع ده ممكن ينفع معاك في project صغير، لكن على الscale الكبير، على الprojects الكبيرة والكاملة هتلاقي الموضوع ده شبه مستحيل. طيب أنا هاقول لك على مشكلة يمكن قابلت ناس فيكم، وأنا متأكد إن في على الأقل 5، 6 من اللي قاعدين معانا عمل الحركة دي في يوم من الأيام، وأنا مش هاضحك عليك، أنا في بداية حياتي برضه كنت باعمل الحركة دي. في VS Code يعني يمكن هو من أشهر الIDE اللي إحنا بنكتب عليها، وإحنا بنكتب project معين أحيانًا بتبقى قلقان إن الhistory بتاعة الcontrol Z بتاعتك تتمسح، فبتعمل إيه؟ بعد ما بتخلّص شغلك أنت لسه عايز تكمّل، أنا ما خلّصتش، بتسيب الproject شغّال، وبتسيب اللابتوب أو الPC بتاعك شغّال، وبتقوم تروح تعيش حياتك وترجع تاني تكمّل شغل. دي أنا متأكد إن كل واحد فينا عملها مرّة على الأقل في حياته. طيب هو قال لك أنا هاسهّل عليك الموضوع ده، أنا أصلًا هاعمل لك الversions بتاعتك دي عندي على الGit، عشان تقدر إن أنت تcontrol الversions دي بشكل easy، بمعنى أنت دلوقتي خلّصت الfunction دي وشغّالة وما فيهاش أي غلطات وما فيهاش أي مشاكل بنسبة 100%. هتبدأ تشتغل على function تانية، أحيانًا بيبدأ يظهر معاك مشاكل الfunction دي مستخدم فيها حاجة بتسمّع في الfunction التانية أو أيًا يكن، بيبدأ يحصل معاك شوية مشاكل، فبتحتاج إن أنت ترجع للversion القديم بتاعك عشان تبدأ تحل المشكلة دي، جميل؟ فهي دي فكرة الlocal version control اللي بيوفّرها لنا الGit. طيب أنا دلوقتي شغال local، يعني إيه local؟ خلّينا نشرح الموضوع ببساطة للناس اللي مش فاهمة فكرة الlocally، وبعد كده نبدأ نتعمق فيه برضه سِنّة بسيطة تانية. local يعني حاجة محلية عندي على اللابتوب، بمعنى أنا دلوقتي شغال على اللابتوب بتاعي على الproject بتاعي، زمايلي اللي معايا في الteam مش قادرين إن هم يعملوا access على الملفات دي، فبنلجأ لحل من الاتنين، إما إن إحنا نبعتهم لبعضنا من أي platform online، أو إن إحنا ننقلهم من خلال hard drives أو الUSB drive أو أيًا كان بحاجة hardware بتاخدها من الجهاز الأول للجهاز التاني. طبعًا الطريقتين دول ماشي قد يكونوا بيحلّوا المشكلة بتاعتنا، لكن مش عمليين على المستوى الكبير لو أنا شغّال أنا والteam بشكل مستمر على الproject والproject ده هنشتغل عليه بالشهور، ففكرة إن أنا طول الوقت قاعد أبعت له الفايلات على الواتساب أو على التليجرام أو أيًا يكن،
دي مش عملية، وفكرة طبعًا إن يكون في USB بافضل أروح وآجي من عنده عشان نستخدم الحاجة دي، ما هو ممكن يكون أصلًا في مكان غير المكان اللي أنا قاعد فيه، فيعني ممكن حلّين مؤقتين، لكن هُم مش أحسن حاجة. فهنا بنيجي للجزئية التانية، واللي إحنا قُلنا هنفرّق ما بين الGit والGitHub. طب إحنا قُلنا إن الGit ده local version control. طب لو أنا عايز أطلع بقى بالlocal بتاعي ده وأشاركه مع زمايلي اللي معايا في الteam، فهنا بنعمل حاجة اسمها remote collaboration، وهي إن أنا إزاي يكون معايا شُركا remotely على الproject بتاعي ده. واللي بيوفّر لنا حاجة زي دي، وطبعًا هي بتكون من خلال الclouding بتاع الGitHub، بارفع عليه الproject بتاعي بشكل كامل، بيبدأ إن هو يظهر عندهم، واللي بيبقى ليهم access بس إن هم يعدّلوا على الproject بتاعي دول هم الcollaborators بتوعي، الناس اللي مشاركين معايا بشكل عملي جوّه الproject. تمام. وهنفهم قدّام شوية إن أنا ينفع أرفع الproject بتاعي ده بشكل private أو بشكل public. طب لو هو public هل أي حد هيقدر يedit فيه؟ أكيد لأ، وهنفهم إزاي بنcontrol الجزئية دي. طيب، دلوقتي يا باشمهندس أنت قُلت لنا في حتّة الlocal هتشرحها ببساطة شوية، بعد كده نتعمّق فيها. هاقول لك جميل. أنا ليه في الأول ما رضيتش أشرحها لك بشكل كامل؟ لإن هي فيها جزئية network، وجزئية الnetwork دي أنا عارف إن مش الكل مُطالب إن هو يكون فاهمها، لكن خلّيها معلومة عندك عشان حتى لو جه كلام في الجزئية دي قدّامك تكون فاهم هي حاجة زي دي بتحصل إزاي. في أي network بنستخدمها بتتقسم ل2 networks. الlocal area network وهي بنسميها الLAN، ويمكن المصطلح الLAN ده إحنا سمعناه كتير جدًا، وممكن تكون شُفت لأ اللمبة مش معايا بتاعته لسه عندك. أنا فتحت الrating نعم؟ هو اللي فتح مايك بيسألني والّا تمام؟ طيب، يبقى فكرة الLAN أو الlocal area network إحنا كتير أوي إن إحنا سمعناها مع بعض. خلّينا نفهم إيه هي الLAN. أنا دلوقتي في الشبكة المحلية اللي إحنا كلّنا بنaccess بيها بIP، تلاقي الأيبيهات بتاعتنا كلّها شبه بعض، في الحالة دي إحنا بنسميها local area network، يعني شبكة محلية. طيب الشبكة المحلية دي ممكن منكم ناس تكون عارفة المعلومة دي، أنا أقدر أشيّر عليها أصلًا الdata بتاعتي. يعني أنا لو أنا قاعد في البيت ومثلًا واحد صاحبي عندي في البيت برضه محتاج ياخد منّي game معيّنة أو محتاج ياخد منّي شوية صور، فأنا أقدر إن أنا أشيّر له الصور دي عندي على الشبكة الlocal، ويقدر إن هو يaccess عليها وياخدها عنده على الجهاز بتاعه، أيًا كان بقى على التليفون أو على الPC. دلوقتي التليفونات بقت بتدعم برضه الخاصية بتاعة الFTP وهي الfile transfer protocol. تمام؟ طيب، أنا ليه باقول لك الpoint دي أو ليه بافهّمك الpoint دي؟ عشان أنا لمّا قُلت لك إن هي local version control كنت عايزك تبقى فاهم إن هي مش بس local عندك على الجهاز بتاعك أنت بس، لأ هي ممكن تكون local عندك على الnetwork كلّها. إيه ده! يعني هي إزاي أنت قُلت لنا من شوية إن هي local أنا بس اللي هاستخدمها، وقُلت لي لمّا هاجي أشتغل مع زمايلي هاضطر إن أنا أرفعها على الGitHub عشان تكون على cloud ويقدروا يaccessوا عليها remotely. remotely دي بقى هي الإجابة بتاعتك. هو دلوقتي يقدر يشتغل معايا في الGit على النسخة الlocal اللي على الشبكة، يعني هو مضطر يكون معايا على نفس الشبكة، يعني في نفس الoffice اللي أنا فيه أو في نفس البيت اللي أنا فيه أو في نفس المكان اللي أنا فيه عمومًا. جميل. لكن في حالة إن أنا كل واحد فينا هيكون في مكان، أحيانًا الteam اللي بيشتغل على project واحد ممكن يكونوا من بلاد مختلفة، مش هاقول لك بس من محافظات مختلفة، لأ هم من بلاد مختلفة تمامًا. ففي الحالة دي مش هينفع معانا الshare بتاع الnetwork الlocally، لازم تكون share global أو wide area network أو الWAN زي ما بنقول، وهي دي اللي هتتم من خلال الGitHub عشان تترفع على الcloud. تمام؟ كده بكل بساطة أنا حاولت أفهّمك إيه الفرق ما بين الGit والGitHub، والاختلاف ما بينهم، وليه هم فعلًا مهمين في بداية حياتك، وفي إن أنت تبدأ الcareer بتاعك بشكل سليم. طيب، خلّينا نتكلم عن الGit والGitHub كده أهو في compare بسيطة، هنقارن ما بينهم بشكل بسيط. وأنا حاطط لك المقارنة دي جنب بعضها بحيث إن أنت تبقى قادر فعلًا تلقط الpoints المختلفة تمامًا ما بين الاتنين. وإحنا اتكلمنا عنهم بالفعل. يعني أول حاجة الversion control system، إزاي إن أنا هaccess على الproject بتاعي وأعمل له controlling في الversions بتاعته.
مش أنت أحيانًا لمّا تيجي تنزّل application معيّن يقول لك والله ده الversion مثلًا 5.1 فتيجي تعمل update تاني فيقول لك ده بقى 6.2 مثلًا وهكذا، كل دي versions بتطلع معايا من نفس اللعبة. طيب إزاي بقى الdevelopers بتوع اللعبة دول بيقدروا إن هم ينزّلوا لك كل الversions دي من غير ما يحصل عندهم أي مشاكل؟ وإزاي بعض الapplications لمّا بينزّلوا version معيّن ويبدأ الcustomers بتوعهم كلّهم يشتكوا من الversion ده إن هو فيه bugs أو إن هو فيه مشاكل أو إن هو كذا أو كذا، تلاقيه مرّة واحدة عمل لك downgrade وهنفهم يعني إزاي باعمل upgrade وdowngrade. أنا أقدر إن أنا الapplication بتاعي أعمل له upgrade أعلّي وأحط فيه شوية features زيادة، وأقدر إن أنا أعمل له downgrade تاني، إن أنا أشيل منه شوية مزايا وfeatures أنا كنت حاططها قبل كده. تعالَ هادّيك مثال بسيط جدًا، أنا مثلًا عملت صفحة web page، ففي صفحة الweb page دي أنا حبيت إن أنا أضيف كده أهو banner، الbanner ده مكتوب فيه رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، جميل؟ هنا أنا قمت جاي عامل update أو upgrade للweb page بتاعتي وضِفت فيها الbanner ده، جميل؟ جات فترة العيد وقُمت جاي عامل upgrade تاني وحطيت فيه عيد سعيد، باهنّي الناس بالعيد اللي دخل بعد رمضان. خلاص تخطينا المرحلتين دول، ما فيش مناسبة تاني بعد العيد ورمضان مثلًا، فمش محتاج الbanner ده تاني، فاقدر إن أنا أdowngrade بقى للversion القديم اللي كان من غير banner. طبعًا ده مثال بعيد شوية عن الواقع اللي بيحصل، لكن أنا باحاول أبسّط لك الفكرة أو أفهّمك إزاي بنعمل ده. تمام؟ يبقى الversion control system بيساعدك في إن أنت تقدر تtrack الchanges اللي بتحصل عندك في الfiles. على سبيل المثال أنا طلعت عندي error معين في الfiles بتاعتي، فأقدر إن أنا من خلال الVCS اللي هي version control system أخش وأشوف إيه الchange اللي حصل في الfile ده سبب المشكلة. ومن خلال الجيت والجيت هاب هاقدر إن أنا أخلّيك تشوف بعينك الline القديم اللي كان مكتوب والline الجديد اللي مكتوب حاليًا، عشان تبدأ تcompare ما بين الاتنين وتشوف دي المشكلة مثلًا إن أنا هنا كان اسم الvariable بتاعي بحرف upper case وهنا أنا عامله lower case فهو ده اللي عمل لي المشكلة، وهكذا يعني حاجات شبه دي، تمام؟ فكل ده بإذن الله إحنا هنتعامل معاه بشكل عملي مع بعض. طيب هنا الpoint الأولانية دي الاختلاف ما بينها وما بين الGitHub هي إن دي بتكون local ودي بتكون cloud based. يعني إيه cloud based؟ يعني هي عبارة عن platform، الplatform دي هي ليها cloud خاص بيها، باقدر إن أنا أرفع عليه الfiles عشان زي ما قُلنا تتنقل من مرحلة الLAN لمرحلة الWAN اللي هي من الlocal عندي للwide area network مع كل الناس حوالين العالم. تمام؟ طيب فكرة إن أنا أبدأ أنشئ مشروع وأبدأ إن أنا أcontrol الversions بتاعته وهكذا، دي بيُطلق عليها مصطلح الrepositories. طيب إيه مصطلح الrepositories ده؟ هو ممكن يكون تقيل عليك شوية، لكن خلّينا نعمل له skip دلوقتي وهنفهمه أكتر واحدة واحدة وإحنا شغالين، تمام؟ طيب يبقى إحنا أول جزئية اتفقنا عليها إن الاتنين هم عبارة عن version control system والاتنين أصلًا هاقدر إن أنا أconnect الplatform الأونلاين دي مع الlocal اللي عندي، بحيث إن الfiles اللي هنا تكون هي الfiles اللي هنا. يعني الاتنين كمهمة بيدّوني نفس الحاجة، لكن واحدة منهم عبارة عن إن هي local والتانية online. طيب ما ده يجيب لنا تاني point في المقارنة. إن ده أقدر إن أنا أستخدمه locally من غير إنترنت، يعني أنا مش محتاج إنترنت وأنا شغال على الproject بتاعي، على عكس الGitHub فيه مشكلة إن أنا لو ما عنديش إنترنت مش هاقدر إن أنا access على الfiles بتاعتي، ومش هاقدر إن أنا أبدأ أعدل فيها أو أعمل فيها أي updates. تمام؟ يبقى كده تاني فرق بالنسبة لنا إن ده local ده wide، إن ده مش محتاج إنترنت وده محتاج إنترنت، وهي أصلًا كانت depend على المقارنة الأولى. تمام؟ طيب بالنسبة الGit أنا لمّا باجي أتعامل معاه باتعامل معاه من خلال الcommand lines بتاعته، ليه برضه GUI أقدر إن أنا أتعامل معاها اللي هي graphical user interface، أقدر إن أنا أتحكم فيه من خلال الgraphic، تمام، لكن الأشهر أو اللي الناس بتعتمد عليه أكتر لإن هو أسرع وأسهل بيكون من خلال الcommand lines بتاعته،
وهنبدأ إن إحنا نعرف الcommand lines بتاعته دي بإذن الله، واللي مش فاهم إيه هو الcommand line ما تقلقش، يعني قدّام كمان slide أو 2 هابدأ أفهّمك إيه هي الcommand line دي تحديدًا، تمام؟ طيب كده إحنا يعتبر عملنا مقارنة سريعة ما بين الاتنين، الموضوع بإذن الله يكون واضح بالنسبة لكم، ولو في أي حد عنده أي سؤال يكتبه عنده، وبإذن الله في الآخر هاقعد أسمع الأسئلة بتاعتكم، تمام؟ طيب، يبقى بكل بساطة خلّينا نلخّص اللي إحنا قُلناه من شوية ده، إن الGit هو عبارة عن tool للversion control، أمّا الGitHub هي عبارة عن platform بتقدر تعمل لي collaboration مع أكتر من حد، بحيث إن إحنا كلنا نقدر نshare الfiles دي بشكل أسهل بإن إحنا نستخدم برضه الGit عادي جدًا، يعني أنا هاستخدم الGit عشان أبدأ إن أنا أشيّر الfiles بتاعتي دي من خلال الGitHub، تمام؟ وطبعًا الhistory اللي إحنا اتكلمنا عنه اللي بيكون معمول بشكل كامل في الGit حوالين الpoint دي، لمّا بابدأ إن أنا أرفع الrepository بتاعتي اللي إحنا قُلنا هنتكلم يعني إيه repository على الGitHub بيترفع بالhistory بتاعته برضه من غير أي مشاكل، تمام؟ طيب دي كده بالنسبة للجزئية بتاعة الcomparing، أتمنى إن هي تكون لمِّت معظم الأسئلة اللي كانت في دماغكم. طيب دلوقتي أنا قررت إن أنا أبدأ أحمّل الGit عشان أبدأ إن أنا أستخدم أو أستغل الfeature بتاعة الversion control اللي اتفقنا عليها دي، فأنا مطلوب منّي أعمل إيه؟ طب زي ما اتفقنا في البداية الpoint دي أحيانًا بتكون رخمة لبعض الناس، فكرة إن أنا عندي الdownload ممكن كل واحد فيكم يكون بيستخدم platform مختلفة عن التاني، ده بيستخدم operating system Windows، ده بيستخدم operating system Linux، ده بيستخدم الoperating system Mac OS مثلًا، فهتلاقي الموضوع بيبقى فيه لخبطة أو تيجي تسمع من كورس أونلاين تلاقي إن هو بيشرح لك على operating system معين وسايب لك الباقي فبتتوه. دي بإذن الله هنلمّها مع بعض بشكل كامل. طيب إحنا دلوقتي خلّيني أسمع منكم الأسئلة في الpoint اللي فاتت دي وناخد break، وبإذن الله بعد الbreak نرجع نكمّل ونعمل install سوا ونبدأ أول repository لينا. أنا معاكم يا شباب اللي عايز يسألني في أي حاجة. عامةً إحنا لسه ما دخلناش في حاجة جديدة، كنا بس بنكمّل على الأسئلة اللي فاتت. طيب خلّينا بقى نبدأ نكمّل في فكرة إزاي أنا هانزّل عندي الgit وأبدأ أشتغل عليه. أول حاجة أنا عندي الgit محتاج إن أنا أبدأ أنزّله. طيب لو أنا Windows هتمشي معايا على الsteps دي، طب لو أنت operating تاني غير الWindows operating system مختلف عن الWindows، استنى نخلّص الWindows وبإذن الله هنبدأ فيه. طيب أنا عشان أنزّله عندي على الWindows أول حاجة هاروح أحمّل الgit. طيب هاحمّل الgit منين؟ ما تحمّلش الgit من أي حتة إلا من المصدر الأساسي بتاعه، الsource الرسمي بتاعه، تمام؟ هتخش على الموقع بتاع git، ممكن تكتب download git هتلاقي الموقع الرسمي بتاعهم طلع لك، هتبدأ إن أنت تعمل download للفايل الEXE اللي عندهم. طيب بعد ما بانزّل الفايل الEXE اللي عندهم، بيبدأ يظهر معايا في الdownloads أو أيًا كان أنت عملت له save فين، بتروح إن أنت تعمل له run جميل، وبتبدأ إن أنت تمشي معاه step by step، غالبًا هتسيب الحاجة في البداية كdefault، هتسيب كل حاجة على الdefault بتاعتها، إحنا مش محتاجين إن إحنا نcustomize في البداية، إحنا لسه بنبدأ نتعامل مع الفكرة بتاعة الversion control system،
او البي سي اس، فانا مش محتاج ان انا اعمل كاستمايزيشنز كبيره قوي. تمام. ممكن بس في حته اليوز ديفولت اديتور، او حتى لو مش عايز تعملها، ممكن بس تختار الفيجوال ستوديو كود او النوت باد بلس بلس او سبلايم او ايا كان التكست اديتور اللي انت بترتاح معاه. تمام. وبقيه الحاجه هنسيبها as a default. بعد كده هتوصل للفينش، هتلاقي بس عامل لك تشيك على ان هو يفتح لك النيو فيتشرز بتاعته والويب سايتس بتاعته وكده. ممكن بس تشيل التشيكس دي عشان ما تودكش بس في حتة تانية، تفضل مركز وفوكس معايا في السيشن. تمام. ده كده بالنسبة للويندوز. طبعا عايز تمشي على الانستليشن من خلال الكوماند اللي موجود عندهم على الويب سايت، مفيش مشكلة، لكن ده بالنسبة للويندوز اسهل. نيجي على الماك او اس، الناس اللي بتستخدم ماك. الموضوع برضو بالنسبة لكم سهل. انت هتروح تقول له في الكوماند او التيرمينال اللي عندك، هتلاقي عندك حاجة اسمها تيرمينال في الماك، الناس بتاعت الماك هتبقى فاهماني. بتروح تقول له الكوماند لاينز ده، هيبدأ ان هو يبدأ لك الانستول بتاعت الجيت من غير اي مشاكل. طيب، ده كده بالنسبة للويندوز وبالنسبة للماك الاتنين، الموضوع فيهم سهل وبسيط، ما فيهوش اي تعقيدات. طبعا في الماك برضو تقدر ان انت تروح تحمل الفايل، لكن انا بالنسبة لي هو كوماند لاين واحد هيخلص لك الموضوع، فمش مستاهلة ان انت تروح تحمل الفايل وتعمل انستول من خلاله. طيب، اخر حاجة بالنسبة للينكس، طبعا الناس اللي بتستخدم لينكس دي بالنسبة لها اللي احنا بنتكلم فيه ده كله اساسيات حياة. هو اكيد اتعامل مع التيرمينال، بس يعني انت عشان تتأكد، هي اوريدي هتلاقي عندك الجيت موجودة بنسبة كبيرة، بس زيادة تأكيد هتخش تقول له ابديتس الاول عشان يعمل ابديت للباكتس اللي عنده اللي بيعمل منها انستول للتولز. بعد كده هتقول له sudo apt install get عشان يبدأ ان هو يعمل لك انستول للجيت، او لو في اي ابديت يبدأ ان هو يعمل لك انستول. تمام. ده كده بكل بساطة ازاي على اي اوبريتنج سيستم انا بستخدمه عندي على اللابتوب هقدر ان انا احمل الجيت. الموضوع مش هياخد منكم ستيبس طويلة، يعني ممكن اديكم دقيقتين بالظبط تكون الناس بدأت ان هي تنزله، لان انا عارف ان اوريدي معظمكم معاه اصلا الجيت. طبعا بعد ما بتعمل له انستول هتتاكد من الكوماند، وخلينا بقى يعني اعمل لك شير على اللابتوب نفسه عشان الناس عماله تسمع مني مصطلح الكوماند ومش عارفين ايه هو. خلينا نبدا نوري لكم الكوماندز. طيب، بكل بساطه انا لما بحب اتعامل مع الاوبريتنج سيستم بشكل دايركت، فبقدر ان انا استخدم الكوماند لاينز اللي هي بنسميها السي ام دي مثلا في الويندوز، او التيرمينال على اللينكس الماك او اس. دي بتكون عبارة عن ويندو بقدر ان انا ابدأ اديلها شوية كوماندز بحيث ان هي تطبق عندي على الاوبريتنج سيستم. اقدر ان انا اتشيك من خلالها هل فعلا التول دي اتعمل لها انستول عندي ولا لا. طب بتأكد ازاي؟ بروح اقول له جيت داش داش فيرجن. تمام. او خلينا بقى نقول لو انت على الويندوز هتلاقي عندك حاجة لذيذة عن السي ام دي، هتلاقي عندك حاجة اسمها الجيت باش. تقدر ان انت تتعامل مع الجيت باش بشكل دايركت. طبعا هي لو موجودة عندك فهو كده اوريدي الجيت معمول له عندك انستول، لكن لو انت عايز تتأكد ممكن تقول له جيت داش داش فيرجن، فيبدأ ان هو يقول لك الجيت فيرجن اللي انت شغال عليه دلوقتي كذا. تمام. دي كده بكل بساطة ازاي ان انا هبدأ اعمل له داونلود، ودي الكوماند لاين اللي انا هتعامل بيها من خلال الويندوز. طبعا من خلال اللينكس هتتعامل من التيرمينال العاديه، والماك او اس نفس الشيء. من خلال اللينكس مثلا هديك اكزامبل اهو. تقدر ان انت تتعامل من خلال التيرمينال نفسها. طبعا الجيت لو هي اصلا بيعمل لك كولارايز ليها زي كده هتبقى عارف ان هي اوريدي موجوده عندك، لكن ممكن تتاكد داش فيرجن، هتلاقي برضو ان هو بيقول لك الجيت فيرجن اللي انت شغال بيها كذا.
طبعًا الكلام ده ينطبق على برضه الMacOS. ده كده عشان نكون لمّينا الموضوع بكل الجوانب بتاعته يعني بإذن الله في حتة الinstall. الsession فعلًا متسجلة، وبإذن الله الrecord هيكون معاكم بعد الsession. حاضر بإذن الله برضه هابعت لكم الPDF اللي أنا باشرح منه، يكون معاكم. طيب، خلّينا بقى نتكلم عن موضوع لذيذ كده قبل ما نخش في الجزئية بتاعة العملي الزيادة في الGit والGitHub. وهي فكرة إزاي أستغل بقى فعلًا الGit والGitHub لنفسي في الpersonal branding. جميل. طيب وإيه أصلًا فايدة الpersonal branding أو إيه هو concept الpersonal branding للي مش عارفه، عشان نكون ملمين أو كلنا بنتكلم في نفس الجزئية سوا. طيب مبدئيًا أي حد فينا لازم يعمل branding لنفسه. لازم أنت كشخص بيبيع service معينة تقدر إن أنت فعلًا تسوّق لنفسك في وسط الناس اللي أنت قاعد معاهم. بمعنى على سبيل المثال أنا دلوقتي قاعد في وسط ناس، أنا عارف إن الناس دي محتاجة إن هي تعمل عندها system معيّن للشركة بتاعتها، وأنا عندي القدرة إن أنا أوفّر لهم الsystem ده من خلالي، أقدر إن أنا أعمل لهم الsystem ده. جميل. فإزاي بقى إن أنا أبدأ أتكلّم عن نَفْسي وأعرض لهم شغلي بشكل كويس، وأبدأ إن أنا أفهّمهم الجزئيات اللي أنا فعلًا عندي power أوي فيها وبتميّزني عن باقي الناس اللي ممكن تدّي لهم نَفْس الservice. كل دي فكرة إن أنا إزاي أقدر فعلًا أعمل لنَفْسي personal branding كده أهو في وسط الناس اللي أنا قاعد فيهم، يحس إن فعلًا الشخص اللي أنا باتكلّم معاه ده هو حاجة عاملة كده زي البراندات في الشركات. يعني الpersonal branding هي نفس فكرة الbranding اللي بتعملها أي شبكة أي شركة قصدي أو أي store. ممكن link بروفايلك، حاضر هابعت لكم الlinks بتاعتي كلها، ودي بما إننا هنشرح أصلًا الGitHub هتلاقيني حاطط لك كل الlinks بتاعتي في الGitHub. تقدر إن أنت تخش على كل الplatforms بتاعتي سواء Instagram أو Facebook أو TikTok هتلاقي عليهم الشروحات دي كلها بإذن الله. بإذن الله هاكون معاكم في الcyber security. أي حد موجود معايا هنا بإذن الله هيبقى معانا في الcyber security، فبإذن الله هاكون مكمّل معاكم. الورشة بتكون لحد الساعة 11:30 بإذن الله. لو حسينا إن إحنا احتاجنا شوية وقت زيادة ما عنديش مشاكل، بس يكون مناسب للكل أهم حاجة. طيب بإذن الله نكون كلنا عملنا install للGit ويكون ما فيش أي مشاكل. الbrowser ماشي، أنا عارف إن الbrowser شكله غريب شوية، بس هو اسمه Opera GX. هو بس مشكلته معاك إن أنت مش هتعرف تحمّله غير مع الVPN، لإن هو الweb site بتاعه معمول له ban عندنا. طيب، تعالَ نكمّل في فكرة الgit. خلاص أنا عملت git dash dash version واتأكدت إن أنا فعلًا ما عنديش أي مشاكل وإن الgit موجود عندي وكل أموري تمام. هابدأ إن أنا أlaunch الuser بتاعي. طيب، أول حاجة أنا محتاج أconfigure الgit بشكل أساسي. يعني إيه؟ محتاج أحُط لنفسي user name أبدأ إن أنا أشتغل بيه. فبما إني هاconfigure، بُص الموضوع خلّيه دايمًا كده أهو ببساطة واربطه بالتعبيرات اللي إحنا بنتكلم عنها. يعني إيه configure؟ يعني إعداد. أنا باعمل إعداد للgit عندي. طيب بما إني هاعمل إعداد، فأنا محتاج أدّي له الcommand line أو الأمر اللي هاكتبه هنا، بنسميه command زي ما اتفقنا، اللي هيبدأ يخلّيني
عندي يوزر اتحكم فيه من خلال الفايلز ويكون عنده هيستوري بالحاجه اللي هو بيعملها. فاول حاجه انا شغال بايه؟ شغال بالجيت، فخلاص هقول له جيت كبدايه. بعد كده انا بكونفيجر، فهقول له config، يبقى جيت config، انا هعمل configuration عندك او هكونفيجر حاجه عندك. طيب بعد كده انا عايز يكون الاكونت بتاعي ده جلوبال، فهبدا ان انا اقول له داش داش جلوبال. بعد كده اليوزر دوت نيم عشان اقول له ان انا هضيف يوزر جديد. بعد كده ما بين الدبل كوتيشن ببدا ان انا اقول له اليوزر نيم اللي انا عايز اشتغل بيه. طبعا كل واحد فيكم هيكتب اليوزر نيم الخاص بيه، ويستحسن ان اليوزر نيم بتاعك ده تفضل فاكره ويكون يوزر نيم كويس، عشان هنعمل بيه الجيت هاب بتاعنا هيكون بنفس اليوزر نيم. تمام. طيب لحد هنا اعتقد الموضوع هيكون لذيذ. طيب عملنا اليوزر بتاعنا، ممكن برضو اعمل جلوبال للايميل بتاعي. طبعا الخطوه دي اقدر ان انا اعمل لها سكيب دلوقتي وارجع اعملها تاني في الوقت اللي انا هشتغل فيه على الجيت هاب، لكن خلينا يعني نخلص المواضيع اول باول واقول له برضو نفس الشيء. جيت config، انا هعمل لك configure او هدي لك configure جديده، طبعا هخليها جلوبال برضو تكون عندي بشكل جلوبال اي حد يقدر يشوفها. user دوت ايميل وادي له الايميل بتاعي عشان يبدا ان هو يديني اكسس فيما بعد لما اجي اعمل الجزئيه بتاعه الجيت هاب. كده انا خلاص عملت بريبير للاكونت بتاعتي وبدات ان انا اتعامل مع الجيت بالانيشيالز بتاعته. طيب خليني ادي لك كده كام كوماند لاين اساسيين تكون عارفهم بما ان انت دخلت معايا في عالم الجيت. طبعا هم بالنسبه للجيت مش كونتنت ان انا اشرحه، يعني هم موجودين شرحهم في الناس اللي بتتكلم عن فكره الكوماند لاينز اصلا، لكن خليني اقول لك على كام حاجه هيفيدوك. تمام. مبدئيا انا لو عايز ابدا اشوف الفايلز اللي موجوده عندي، فاقدر ان انا اقول له ls. طيب ls دي هتشتغل معاك على بعض الحاجات وبعض الحاجات لا. طيب انا بقول له اعمل لي ليست للفايلز اللي انت شايفها، اعمل لي ليست للفايلز اللي موجوده في المكان اللي انت فيه. طب هو ايه المكان اللي انا فيه؟ لو انا عايز اعرف المكان اللي انا موجود فيه اقدر اقول له pwd، فيبدأ يقول لك والله انت موجود جوه بارتيشن السي، جوه اليوزرز، جوه يوزر اسمه موستا. تمام كده انا عرفت المكان اللي انا فيه، فبالتالي لما انا عملت ls بدأ ان هو يعرض لي اليوزرز اللي موجودين هنا. طب تعالى كده نتأكد سوا من الحتة دي، مش انا عملت هنا بي دبليو دي اداني المسار ده. طب تعالى ناخد المسار ده كوبي. هبدأ ان انا اروح عندي على الفايلز واقول له روح لي هنا. خلينا نروح اهو على السي، وبعد السي اتفقنا ان احنا هنروح users master. هل هي دي نفس الفايلز اللي فعلا ظهرت لي لما انا عملت هنا ls؟ نفس الفايلز اهي، لان هي نفس الفايلز اللي هنا هي اللي موجوده معاك هنا. فكده انا فهمت ان انا بي دبليو دي بعرف بيها انا مكاني فين من خلال التيرمينال او من خلال الكوماند لاينز بتاعتي، ايا كانت الكوماند لاين دي سي ام دي تيرمينال الباور شيل ايا كان. طيب فاضل لي ايه؟ لو انا شغال بالسي ام دي الخاصه بالويندوز، خليني اوريك حاجه برضو عشان محدش يحس ان هو متلخبط. لو انا جيت هنا وقلت له ls فهو مش هيرضى يعرض لي اي حاجه. طيب ايه حلها؟ ان انا اقول له dir يعرض لي الدايركتوريز اللي عندك او المسارات اللي موجوده عندك، فهيبدا برضو ان هو يعرضها لي. فسواء انت بتتعامل مع لينكس ماك او الباش الخاصه بالجيت، فهتكون بتتعامل بالls. لو انت بتتعامل من خلال السي ام دي بتاعه الويندوز فهتقول له dir. البي دبليو دي البي دبليو دي ثابته في الكل تقريبا، احنا لسه ما خدناش حاجه تانية لحد الان. تمام. طيب خلاص خلصنا اول خطوه. انا عايز ابدا اكريت فايل، عايز اكريت فايل عشان يكون هو ده الفايل الخاص بالبروجكت بتاعي. فاقدر ان انا اجي اقول له mkdir. طيب خلينا نشرح mkdir ببساطه. انا عايز اقول لك make directory، اعمل لي اصنع لي مسار جديد. فبقول له mkdir وابدا اديله اسم المسار او الدايركتوري اللي انا عايز اعمله. فعلى سبيل المثال هنسميه
test underscore 3 مثلا. بمجرد ما هقول له enter ماشي، مرضيش يعمل لنا هنا، خلينا نعمله من خلال دي mk dir. تمام كده. لو جيت قلت له دي اي ار تاني او رحت هناك قلت له ال اس، هلاقي ان تيست 3 بقت موجوده معايا، اللي هو انا عايز اميك دايركتوري جديد. تمام. طيب لحد هنا باذن الله يكون الموضوع بسيط وسهل ومفهوم بالنسبه لنا. طيب انا دلوقتي عايز اتشينج الدايركتوري اللي انا فيه وابدا اخش على الام كي التيست 3 اللي احنا عملناه. خلينا نقل اس بس عشان نتاكد ان هو موجود عندي. بقى موجود عندي اهو فعلا. فابدا ان انا اقول له سي دي تشينج دايركتوري. انا دلوقتي في مسار اللي هو المسار ده اللي اتكلمنا عنه من شويه، فانا بقول له اعمل لي تشينج من المسار اللي انا موجود فيه ده وابدا اخش لي في المسار التاني. فهقول له سي دي واسم المسار اللي انا عايزه على سبيل المثال تيست 3. هتلاقي ان هو هنا بدأ يجيب لك اسم المسار الجديد اللي انت فيه عشان يعرفك ان انت فعلا في المكان ده. الموضوع بسيط وسهل، مفهوش اي صعوبة. لو انت ركزت فيه بوينت بوينت هتلاقي الموضوع ماشي بسلاسة. طيب بعد كده انا بقى عايز اعمل initialize للجيت عندي في الفايل. فباجي بقول له بكوماند بسيط انا عايز اعمل ايه initialize. فتمام قول لي get وبعد كده init اللي هي البداية بتاعت initialize. تمام، زي اختصار كده، بدل ما هكتب الكلمة كلها كاملة، لا انا بقول له get init get initialize بحيث ان هو يبدأ يعمل لي initialize للفولدر ده يكون من ضمن الدايركتوريز بتاعتي على الجيت. بعد ما هقول له enter قال لك ان هو عمل initialize لامبتي جيت ريبوزيتوري. هو لقاه طبعا ان هو فاضي، لكن هو خلاص كده تمام. حتى هتلاقي بدأ يظهر معانا ما بين قوسين كده كلمة ماستر. ماستر دي هنفهمها اكتر لما نبدأ نخش في الجيت بشكل ديب شوية بإذن الله اليوم اللي جاي ده. فخلينا نأجلها للوقت ده. بس كده كبداية أنا فاهم إن أنا قدرت أعمل initialize للكوماند بتاعتي. طيب من شوية قلت لكم إن أنا هجاوبكم على فكرة إزاي هو فعلا بيشتغل على البروجكت بتاعتي اللوكال وبيقدر إن هو يعمل لي الهيستوري كلها. تعال أوريك حاجة كده. لو أنا دخلت على تيست 3 دي، طبعا سيبك من الفيو اللي عندي، لو أنا جيت هنا انت باي ديفولت هيكون ده شكل الفولدر عندك. هتلاقي الفولدر فاضي تماما ما فيهوش اي حاجه. اي يوزر الاستخدامات بتاعته عاديه ما بيخشش ديب قوي في الاوبريتنج سيستم، فباي ديفولت مش هيشوف الهيدن فايلز. فانت هتبقى شايف ان طب ما هو الفايل ما حصلش فيه اي اختلاف. يعني على سبيل المثال لو انا جيت هنا وقلت له مثلا open with VS Code، مفيش مشاكل، مش تراست، وجيت هنا عملت فايل اندكس مثلا على سبيل المثال .html وكريت جواه فايل سريعا كده اهو في مثلا h1 مصطفى نصار وجيت عملت له لانش. فبالشكل ده زي ما انت شايف الصفحة فتحت معايا عادي، مفيش اي مشاكل، ولو بصيت على الفولدر مفيش اي اختلافات. تمام. لكن لو انا جيت بصيت على ال hidden directories اللي موجودة عندي هنا، قلت له اعمل لي show للhidden items اللي موجودة عندك، فهتلاقي ان انت عندك هنا مسار اسمه دوت جيت. طبعا المسار ده بيبدأ ان هو يخزن فيه شوية حاجات كده، وبيستخدمه في فكرة الفيرجن كنترول سيستم اللي احنا اتكلمنا عنه. هنفهمه اكتر بالتفصيل مع بعض بإذن الله واحنا شغالين. طبعا ممكن خلال فترة البوت كامب دي يكون صعب ان انا الم لك 100% من الجيت، لكن هحاول باذن الله على قد ما اقدر الم لك كل الحاجات الاساسية اللي انت فعلا لازم تكون فاهمها عن حاجة زي دي. تمام. كده انا خلاص عملت انستول، بدأت ان انا اعمل الريبوزيتوري بتاعي. انا الريبوزيتوري بتاعي دلوقتي يعتبر فاضي، يعتبر فاضي. فانا محتاج بس احط الريدمي فايل اللي احنا دايما بنشوفها
دايما كده هتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها ريدمي فايل لما تخش على اي ريبو. لو في حد اتعامل معاكم مع ريبو، لو ما اتعاملش فخلينا نقول ان الريدمي فايل ده فايل اليوزر اول لما يخش محتاج ان هو يقراه عشان يفهم انا اصلا بعمل ايه هنا. تمام، فهروح اقول له ايكو. خلينا نروح للباش بتاعتنا. انا دلوقتي اهو بالماستر كل حاجه، فلو جيت قلت له ان انا عايز، ماشي، هقول له ايكو. تمام، بعد كده هروح اقول له الحاجه اللي انا عايزها ما بين الدبل كوتيشن. على سبيل المثال انا عايز اكتب جوه الفايل بتاع ريدمي اللي انا هعمله ده الطريقه اللي انا بعملها دي باستخدام الايه، باستخدام الكوماند لاين. انا طبعا ممكن استغنى عن كل ده واروح اعمل هنا عادي فايل نيو كده اهو، وهقول له new text document file، وهكتب فيه اللي انا عايزه. على سبيل المثال انا بس بوريك الفرق ما بين الاتنين. ولما اجي اعمل له save as اقدر ان انا من هنا اقول له all files. جميل، واختار الاكستنشن اللي انا عايزه اللي هو الدوت ريدمي. تمام، سواء عملت ده او عملت ده هيكريت لك فايل اسمه readme دوت ام دي، بيكون جواه الحاجه اللي انا كتبتها ما بين الدبل كوتيشن. طيب خليني اوري لك مثال سريعا عليها بما ان الوقت يعتبر بيخلص مننا. فخليني اوريك على الجيت هاب. على سبيل المثال ده ريبوزيتوري انا عامله فيه بس الانفو بتاعتي، بحيث ان لما حد يخش على البروفايل عندي اول حاجه تظهر له هو الريدمي فايل ده. زي ما انت شايف ريدمي دوت ام دي جوه شويه انفو عني. ولو نزلت تحت كده هتلاقي السوشيال ميديا بتاعتي وطبعا الكارير بتاعي. مش كله، لان احنا الكارير بتعتمد اكتر في ان انت تعرضه بشكل مفصل على لينكد ان، ودي بإذن الله لو لينا فرصة قدام نبقى نتكلم عنها مع بعض. لكن هنا بتحط الحاجات الأساسية زي ما اتفقنا والبروجيكتس اللي انت شغال عليها. جميل، دي فكرة الريدمي فايل. وان انا لما بخش على اي ريبوزيتوري معينة اول حاجة بقدر اشوفها هي الريدمي فايل. خلينا مثلا نكتب هنا على سبيل المثال خليني اخد معاك التجربة العادية جدا. انت فتحت الجيت هاب فبدأت ان انت تسرش، وخلي بالك ان انت عندك سوري خلي بالك ان انت عندك سيرش وعندك اسك كوبايلوت. فانت لو هتسيرش عن حاجة فهتقول له ان انا عايز اسيرش عن حاجة معينة، وليكن على سبيل المثال نوتس اب. عايز اشوف ناس عاملة نوتس اب بكل بساطة. تيك نوت، في واحد هنا منزل تيك نوت ابلكيشن عنده. لو جينا بصينا عنده الحاجات الأساسية طبعا الريدمي. طب الريدمي دي بتظهر فين؟ هي دي الريدمي اللي هي بتظهر لك فيها الانفو اللي موجودة عن البروجكت كله. بيقول لك ده مثلا شوية سكرين شوت من عندي، هو ديمو اونلي مثلا. بتقدر ان انت تخش تبدأ تضيف عليه النوتس بتاعتك. ده الشكل بتاعه، وهنا شوية فيتشرز واباوت عن البروجكت بتاعه. ولو في طريقة معينة لو في اي طريقة بقى معينة اقدر ان انا انستول بيها الحاجة دي، او ان انا اعمل بيها انستول للابليكيشن اللي هو عامل له ببلش، فبيكتب لك برضو الانستراكشرز بتاعت الانستليشن بكل التفاصيل بتاعتها زي ما انت شايف، بحيث ان اليوزر لما يخش معلش انا اسف. طب خلينا نكمل. بحيث ان اليوزرز لما يخشوا يقدروا ان هم يفهموا ازاي يتعاملوا مع الابليكيشن بتاعي. وطبعا كل ما الابليكيشن بتاعي جاب عدد من الفيوز وعدد من الاستخدامات اكتر، كل ما بقى يديني براندنج اكتر او يبين للناس ان البروجكت بتاعي ده فعلا افكتيف او حاجة مهمة والناس فعلا بتحتاجه. ولو نزلت تحت كده شوية لو في معاك كولابوريتورز اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، ناس بتساهم في ان هم يطوروا البروجكت ده، طبعا بيكونوا موجودين بالشكل اللي انت شايفه ده تحت از شكر يعني للكولابوريتورز دول. اتمنى الموضوع يكون بسيط، يكون سهل ما فيهوش اي حاجة معقدة لحد الآن.
يكون الموضوع فيه مفهوش أي حاجة محتاجة إن هي تتبسط أكتر من كده. وخلينا نشوف آخر حاجة احنا محتاجين نعملها، وهي إن أنا بقى أشوف الستيت بتاعت الريبو اللي أنا شغال عليه دي. لو أنا جيت هنا وقلت له والله وريني الستيت بتاعت الابلكيشن بتاعي او الريبوزيتوري اللي انا شغال عليه، فهيقول لك الانتراكد فايلز. تمام. والانتراكد فايلز دي اللي بنسميها الوركينج او المرحله اللي انا ببدا فيها احط الفايلات اللي انا لسه شغال عليها. هتلاقيها ظاهره عندك باللون الاحمر زي كده، معنى كده ان الفايلات دي لسه انا بعدل فيها ولسه بكتب فيها، فهتفضل موجوده في المرحله دي لحد ما احنا نبدا نحطها في ستيج اعلى وستيج تانية اعلى. وهنتكلم عن الستيجز دي والفرق ما بينهم، وكل واحدة فيهم خاصة بأنهي نوع من الفايلات. وبإذن الله هنتكلم عن الموضوع بالتفصيل الممل يعني في السيشن الجاية مع بعض. تمام. طيب لو أنا على سبيل المثال عندي index.html ده محتاج إن أنا أحطه في السيشن بتاعة الستaging. تمام. محتاج إن أنا أخليه staging فايل، فأقدر إن أنا أجي أقول له get add. انا عايز احطك في الستaging بتاعتي، وبعد كده اسم الفايل اللي انا عايزه على سبيل المثال index.html. فلو جيت عملت get states تاني، فهتلاقي ان دلوقتي التكست فايل بتاعي لسه في مرحلة الانتراكد لان انا ما عملتلوش add معايا. تمام. ولكن index.html فايل خلاص هو بقى موجود في المرحلة بتاعة الستaging. جميل. اخر حاجة لما احب ان انا اقول له خلاص انا خلصت الجزئية دي ومحتاج اخش في الكوميت. يعني ايه الكوميت؟ الكوميت دي اللي انا بقول له يعني على سبيل المثال، هي مش بالظبط 100%، هنفهمها اكتر قدام. لكن ممكن اقول له ان ده الفيرجن الاول بتاعي. خلاص انا كده تمام الفيرجن الاول بتاعي. خلينا نضيف معانا بالمرة، نقول له get add الفايل اللي موجود عندي الدوكيمنت. هو اسمه نيو. ماشي. كده لو جيت قلت له وريني الستيتس بتاعتك، كده الاتنين موجودين عندي في مرحلة الستaging. تمام. فاضل بس ان انا اعمل لهم change to be committed اللي هو خلاص يبقوا فيرجن اول معايا من الابليكيشن ده. فهاجي ان انا اقول له انا عايز اعمل commit برضو نفس الشيء. الموضوع سهل جدا. بتيجي تقول له انا عايز اجيت كوميت داش ام. طب ايه الام دي عباره عن مسج. ام اختصار كلمه مسج. انا عايز اسيب مسج معينه مع الكومنت ده، بحيث ان انا لو حبيت ارجع له في اي وقت ابقى سايب كومنت عنه او مسج عنه بتشرح فيه الحاجه اللي انا عاملها فيه. او لو انا ضفت فيتشر جديده، ففي المسج دي بقول الفيتشر بتاعتي وانا عملت فيها ايه، وايه المشاكل اللي قابلتني فيها والحلول اللي انا عملتها، بحيث ان انا في اي وقت لما احب ارجع الكوميت بتاعتي ولما احب ارجع للفيرجنز القديمه بتاعتي ما اكونش تايه فيها، ويكون الموضوع سهل وبسيط. طبعا ده هنشرحه بالتفصيل اكتر في السيشن الجايه. لكن خلينا نقول مثلا على سبيل المثال احنا عملنا create ل index فايل. تمام. كده انا خلاص عملت كل حاجة انا محتاجها في الجزئية دي. كده لو انا جيت بصيت هيقول لك ان انا الوركينج تري عندي كلها كلين، كل حاجة عندي تمام. انت عملت الايديت بتاعتك، وبعد ما خلصت الايديت اللي هي كانت في الانتراكنج فايل، الانتراكد فايل، بدأ ان انا اعمل لهم اد في الستaging دي اللي هو خلاص الفايل بدأ يكون جاهز ان هو يبقى من ضمن الفيرجن. خلصت الايديت بتاعت الفايلز بتاعتي كلها وحطيتها كلها staging. بدأت ان انا اعمل له commit بحيث ان هو يطلعهم لي كلهم as فيرجن اولاني. وطبعا هنبدأ بقى نشوف ازاي بقدر اعرض الكوميتس بتاعتي دي واشوف التشينجز اللي حصلت والكلام الجميل ده كله بإذن الله مع بعض السيشن الجاية. كده بإذن الله أكون قلت لك الأساسيات اللي تبدأ بيها الجيت، ازاي ان انت تنزله عندك، ايه اهميته، ايه الفرق ما بينه وما بين الجيت هاب، ازاي اقدر اكريت اول ريبوزيتوري ليا وابدا اضيف فيه الفايلز، وايه هو فايل الريدمي لان هو ده من اهم الفايلز اللي لازم تكون عارفها. وبإذن الله
يكون الموضوع بسيط، هبدأ دلوقتي بقى أسمع الأسئلة بتاعتكم ونجاوب على بعض. الأفضل تتعامل مع السي ام دي الويندوز ولا بتاعة الجيت؟ طبعا ده على حسب انت مرتاح في ايه. الاتنين كويسين والاتنين بيدوني نفس الميزة او نفس الحاجة، فالموضوع بالنسبة لي تمام. هنخلص امتى؟ خلاص هنجاوب على الأسئلة دي بإذن الله ونكون خلصنا. ماشي، اتفضل يا أبو نوب. بإذن الله حد هيبعت لكم الفورم بتاعة الحضور دلوقتي. أبو نوب اتفضل، لو عايز تسأل على حاجة، أو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصوت واضح؟ واضح تمام. تمام. طيب دلوقتي يا باشمهندس، بالنسبة إن أنا أول مرة أسمع عن حاجة اسمها جيت، مم. ولسه عامل دلوقتي انستول مع حضرتك، جميل. ويعني يا دوبك بس عملت يوزر نيم، فأنا حاسس إن أنا لسه تايه شوية. يعني كان في كوماندز كتير قوي، وأنا أصلا كنت فاكره إن هو بيبقى مثلا أبلكيشن معين أو حاجة أبسط من كده، لقيته إن هو شبه السي إم دي. فأنا حاسس إن الموضوع يعني ممكن يكون فيها حبة تعقيد أو تفاصيل زيادة. بص، هو ف الموضوع ما فيهوش اي تعقيد خالص زي ما انت ما متخيل. هو موضوع بسيط. حتى الكومنز اللي احنا استخدمناها، لو جينا رجعنا هنا للفايل اللي انا كنت شغال بيه، هي عبارة عن ايه؟ كوماند بتشيك بيه الفيرجن بتاعي. فانا عايز ايه؟ جيت فيرجن. خلاص الموضوع بقى بسيط. انا عايز اجيب فيرجن فبقول له جيت فيرجن. طيب انا مثلا عايز اكرييت يوزر، فبقول له هكونفج عندك يوزر وبعمله. خلي بالك الجزئيه بتاعت اليوزر والايميل دي بتتعمل للفيرست تايم بس، بعد كده مش محتاج ان انا اكون شغال بيها. فاهمني؟ خلاص انا عملت الاكونت نعم. بتاعي وشغال بيه. طيب حته الام كي داير، انا عايز دايما هبقى بعمل فايل جديد، ودايما هبقى بخش ما بين الفايلز بتاعتي وبتحرك جواها. اي تكنولوجي هتتعامل معاها هتلاقي جزئيه السي دي ثابته معاك. ازاي؟ ان انا لما احب اضيف فايل مثلا معين عندي في البيج بتاعت الويب، ابدا ان انا اروح اجيب المسار بتاعها واحطه عندي. طب لو انا عايز ارجع خطوه لورا بتلاقيها دوت دوت باك سلاش. طب جزئيه زي دي ممكن تدعمها مع نفسك، بان انت تسمع مثلا حد بيتكلم عن الكوماند لاينز الاساسيه بتاعه الويندوز او بتاعه التيرمينال على اللينكس، وهتلاقيهم كلهم شبه بعض والموضوع بسيط جدا. طيب انا خلاص عملت البروجكت بتاعي، قلت له get init اللي هو اعمل لي initialize للبروجكت ده. فالموضوع هتلاقيه كله عبارة عن اختصارات. لو انت فهمت الاختصارات دي ايه غرضها، هتلاقي الموضوع عبارة بس عن ان انت تقرا الكوماند لاين. بعد كده عايز اكريت حته السي ام دي، اعمل منها فايل. انا قلت لك ممكن نلغيها تماما ونعمله من خلال الجي او اي عادي لو انت مش حابب تتعامل مع الكوماند لاين. جيت ستيتس، لا محتاج كل شويه اتشيك الفايلز بتاعتي الحالة بتاعتها ايه، الستيج اللي هي فيها انهي. طب هي في انهي مرحلة؟ هل هي في مرحلة التعديل ولا في المرحلة بتاعت الستيجنج؟ ودي هنشرحها مع بعض بإذن الله. ولا انا عملت لها كومنت خلاص بقت عبارة عن فيرجن. تمام. هتلاقيها كومنت قليلة جدا وبسيطة، ممكن لو طبقت عليها مرة او اتنين او تلاتة الموضوع هيكون سهل جدا. وانا عايز اطلب منكم حاجة بقى لذيذة. بما اننا خلصنا اول جزئيه دي، عايزكم كلكم دلوقتي تعملوا لي كرييت لصفحه بتاعه الريد مي. تمام. وكلكم تكتبوا فيها مثلا الاسم بتاعكم والسن والحاجه اللي بتدرسوها كبدايه، لحد باذن الله لما نيجي المره الجايه نكمل عليها. وانا هختار دلوقتي 10 يطلعوا معايا يوروني شير هم عملوها وعملوها ازاي، عشان بإذن الله في مكافأة في الآخر خالص بعد التو سيشنز للناس اللي كانت اكتف معانا في السيشن. الدنيا كده بقت أبسط بالنسبة لك أو واضحة يا عبد الرحمن، ولا لسه حاسس إن الموضوع تايه فيه؟ لا، هو تمام، بس أتوقع لازم بقى أشتغل بإيدي، صح كده؟ لا، لازم تشتغلوا بإيديكم كلكم دلوقتي، مش أنت بس. أنا عايز تمام. الكل دلوقتي يشتغل بإيده على الجزئية دي.